السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 15/3/2017. هذا المقطع الثالث من الرمادية اللي عمر ديلها 23 يوم. حاليا الساعة بال5:44. اخواني الاعزاء، كلها طير اليوم. هذا جانب من دشرنا كلها الطير. عبالهم طير غريب يعني، لانه اهل البصره ما يعرفون بالزرق. هاي طيور بصراويه دا يطيرون على مود ينزلوها للرماديه، بس هم يعني حقهم، يعني ما يعرفون انه الازرق ما يوالف اخوه. فنحاول انه نلتقط صورة للطيرة. واليوم حي على الصلاة طيرة بات، لانه يعني ما تهتم لا الدشر ولا للطيور اللي دا نطيرها وياها، يعني وما تتصور الطيرة، يعني دا تصد وترد وما تجي على البيت، ويعني كل القضايا اللي دا تزعج بيها من ناحية التصوير. يعني حاليا الطيرة طالعة، ان شاء الله نقدر نصور لكم جيتها من الطلعة، بس نلتقطها ولو المقطع اللي حيصير طويل. ان شاء الله اذا الله وفقنا نصور لكم مقطع لاخ. طبعا مثل ما تعرفون ذاكرة الهاتف ذكرنا انه ممتلئة، فلذلك دا يعني انزل المقطع وامسحه وارجع اصور مقطع لاخ. طيرة طالعة مثل ما جاي تشوفون بالكاميرا. اكو طيور بصراوية مثل ما ذكرنا دا يطيرون مسافة بعيدة قريب التانكي. هسه ان شاء الله تعالى نصور لكم طيرة من تجي. طبعا الطيرة طلعت بهذا الاتجاه، بس اعتقد انه هي الطيرة هسه حاليا هناك، لانه العالم دا يطيرون يعني بهيج وقت، فاكيد اني لاحظهم كل ما يطيرون طيور عبالهم يعني الطير هذا غريب. ما يعرفون بالزرق، حقهم، خلي يطيرون للصبح. العفو. طير اليوم تبات، اجت تضرب الزنجير وانهزمت. بابا طير هذول الفرخات طير، ولو هم بالبرج لا ما تعرفهم، عوفهم خاف تطلع الفازين. عوفهم هاني ينزل طير. عوفهم اكو فازات لا تطيرهم هيك. اني هسه انزل اطيرهم. طبعا حبينا انه نطير زوجة طيور، لكن مع الاسف طيرة ما جاي اشوفها يعني نهائيا. هاي الطيور اللي حكينا عنها استعدادا للنهار الطويل. فزت الطيرة قبل يومين او البارحة استراحة، واليوم طيرناها، وساعة ب7:45 طارت. هسه حاليا صورنا الساعة اعتقد راح تقارب على 6 الا ربع الا 10 تقريبا الا 11 دقيقة. الطيرة ما زالت طايرة يعني، وبدها تطلع كأنه ما نهار.
هاي الطيرة اللي قبل فترة صورناها وهي فرخة، واعتقد الاخ صقر وقاص طيرة يعني من كانت تفرد وهي فرخة، قال هاي طيرة عاصية ودير بالك يعني عليها، ومن عندها اعتقد هيك علق تعليق، وفعلا يعني انسان صاحب خبرة للأمانة، أنا أجله وأحترم رأيه، لأنه كل شي دا يحكي صحيح. هاي من البذرات الفاخرة اللي عندنا، اللي احنا ما نخرجها إلا بالنهار الطويل، ولو شهر الثالث مو شهرها يعني، المفروض بالشهر الرابع، لكن مثل ما تعرفون يعني هي الطيرة يعني استحقت بتر وبعد ما تقدر يعني. للأمانة كنا نطيرها كل 4 أيام، كل 5 أيام، كل أسبوع، بس هي بعد بين نأخرها بالدشر، بس بعد بدت وانبترت يعني شي خارج إرادتنا. الطيرة بدها تطلع ماكو أصلا أي أثر إلها. إن شاء الله تعالى خلي نشعل الأضوية. هاي مشكلة يعني هيش نهار، مو ذاك النهار الطويل، هاي الطيور ما تتخرج بهيش نهار، بس شو نسوي بعد؟ إن شاء الله وما قدر فعل. أملنا بالطير اللي ينبتر البارحة، لأنه هذا راح يدخل بالرابع ويعبر الرابع يلا يوصل للياباس. هاي الطيرة يعني إن شاء الله ترجع، إن شاء الله تعالى أنه تنزل اليوم، ندعو من الله سبحانه وتعالى أن تنزل، لكن ماكو إلها أي أثر الطيرة، أي أثر ما إلها. طلعت طلعة كلش قوية، يعني قبل لا أصور حوالي يعني خلينا نقول 10 دقائق أو أكثر أنا منتظرها ترجع، كنت خلص أصور احتمال ترجع لأنه الدنيا مغرب، فما رجعت. طلعة كلش قوية يعني، حوالي صار لها 20 دقيقة طالعة، وهذا زنجيل المغرب يعني، طيرة من تضرب زنجيل المغرب تنهزم. إن شاء الله تعالى نبقى متواصلين وياكم، بس ندعو من الله سبحانه وتعالى انه الطيرة ترجع حتى وإن باتت. للأمانة هم كانوا 5 هاي الطيور يعني، بس اكو تك يعني بقى المغرب راح والزموه وهلسوا جنحوا تك، وهو قبل يعني لا يبدي، فبقوا بس 4، كل زوج خوات عش واحد حلق واحد. فهذا التك اللي انهلس، احنا نأمل انه هاي الطيرة يعني ما تقع ويلزموها، يعني اذا لزمت بالليل وهي مستحيل تنزل يعني، اذا لزموها الطيرة احتمال يهلسون جناحها او ما نلاقيها اصلا. مع كل الاسف اكو ناس ما تعرف هاي الامور، اكو ناس من اللي يلزم له طير عبالك لازم له فد شي الله هاديه هي، هو مو حقه. المفروض كل طير يلزم يعني ينطي اعلان انه طير اللزم. اخواني الاعزاء، راح طبعا تعرفون ان الايفون ما يقدر يعني ما نقدر نعطي به ايقاف تصوير ونكمل مرتلخ، فراح ننزل هذا المقطع راح يوصل 10 دقائق بدون ما نشوف الطيارة، فنأمل انه ننزل لكم مقطع لاخ
يعني آخر شوفة للطيرة أو منزالها، اللي يكتبوا الله سبحانه وتعالى. مع الأسف والله وجدنا نتمنى تبات الطيرة. الحمد لله والشكر على كل حال. خلينا نحاول نفك دشر أكثر ونصعد دشر حتى فوق السطح أخواني الأعزاء، وإن شاء الله خير. تحياتي للجميع.